القصة ديال اليوم غادي ترجع بينا لسنة 2018 بالقاهرة، في واحد الحي من الأحياء الشعبية اللي الناس ديالو غادي يفيقوا على واحد المشهد مرعب ما عمرهم ما عاشوه من قبل. السكان ديال هاد الحي كانوا عايشين واحد الحياة بسيطة، وهمهم الوحيد هو يوفروا لقمة العيش ليهم ولوليداتهم. المهم ما نطولش عليكم الفيديو كتر وخلينا نبداو في القصة مباشرة. شادين الطريق نشدوا قصة. واحد الصباح جارة من الجارات ديال الضحية خارجة من الشقة ديالها باش تجيب مقتنيات ديال المنزل، حتى لقات الجثة ديال جارتها غارقة في الدمايات ديالها ومليوحة في الأرض على العتبة ديال الشقة. داك المرأة مسكينة تصدمات من داك المنظر اللي شافت وبدات كتغوت بالجهد حتى تجمعوا كاع الجيران. وسط هاد الغوات وهاد الهيلاله اللي نايضه كامله ناض واحد من الجيران واتصل بالبوليس. ما دازش وقت طويل حتى وصلوا البوليس ومعهم سيارات الإسعاف. كان عندهم أمل أن الضحية باقا عايشة، ولكن فجأة لقاو الضحية غارقة في الدمايات ديالها وماتت شحال هادي، حيت لقاوها كاملة مضروبة بأكثر من 12 ضربة على الصدر ديالها وعلى الظهر ديالها. التصور ديال رجال الأمن في البداية كان كيعتقدوا أن هاد الجريمة كانت بسبب السرقة، وبالأخص أن الباب ديال الشقة باقي مفتوح. لكن الفرضيات ديال رجال الأمن ما طلعات صحيحة في الأخير. من بعد ما دخلوا الشقة ما لقاو حتى شي حاجة محركة من بلاصة. الآتات ديال الشقة والذهب والفلوس لقاوهم مازالين بلاصتهم، لكن نظرا لديك الطعنات كاملين اللي على صدر الضحية كتوضح أن المجرم كان حاقد على الضحية، وأن الدافع الرئيسي للجريمة هو الانتقام. البوليس صيفطوا الجثة لقسم التشريح، وفريق آخر ديال الأمن غادي يكمل التحقيق. اول خطوه غادي يديروا هي تفريغ تسجيلات ديال الكاميرات المراقبه اللي دايرين بداك الحي كامل، لعل وعسى يلقاو شي مشهد كيبان فيه الجاني وهو داخل داك العماره اللي كانت ساكنه فيها الضحيه. هنا غادي نطرحوا تساؤلات اللي غادي نلقاو الاجوبه ديالهم عند رجال الامن في التحقيق. في نظركم شكون اللي غادي يكون قام بهذه الجريمه، خصوصا انه كيف ما سبقنا وقلنا ماشي شفار، ولكن هذه الجريمه دارت بدافع الانتقام. من بعد ما قاموا بتفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة ما لقاو حتى شي حد غريب اللي طلع ولا نزل لداك العمارة في الوقيته اللي وقعت فيها الجريمة، ولقاو كاع الناس اللي دخلوا ونزلوا لداك العمارة هما غير الناس اللي ساكنين فيها، باستثناء بنت وحده اللي البوليس وراوها للجيران وغادي يعرفوها. هاد البنت كانت سميتها ليلى، وكانت هي الزوجة ديال أخ الضحية. التواجد ديال ليلى في العمارة كان هو أمر عادي، حيت تقريبا كانت ديما كتجي تزور الأخت ديال راجلها. البوليس استدعوا ليلى للتحقيق باعتبارها هي آخر وحدة شافت الضحية وهي عايشة. فاش حضرات ليلى لقسم الشرطة كانوا باينين عليها العلامات ديال التوتر والخوف، بحال كانت مخبية شي حاجة، ولكن مع ذلك حاولت تقصح قلبها، وغادي تقول رجال الأمن أنها ما بقاتش بزاف ديال الوقت، وأن زيارتها الأخيرة للضحية كانت غير خفيفة ورجعت بحالها. البوليس بقاو شاكين فيها، ولكن خلوها تمشي بحالها حيت مازال ما عندهمش عليها شي دليل ملموس. لكن بقاو مستمرين في التحقيقات والاستجوابات باش يتحققوا من الطبيعة ديال العلاقة اللي كتجمع بين الضحية وليلى، باش يقدروا يوصلوا لراس الخيط في هذه القضية. البوليس فاش حقوا مع عدد كبير من الناس والجيران ديال الضحية تقريبا كاملين صرحوا بأن العلاقة اللي كتجمع بين ليلى وشقيقة راجلها كانت مبنية على الحب والاحترام، بالاخص ان الضحيه كانت كتبغي خوها بزاف وكانت ديما كتبغي تشوفه فرحان في حياته. حتى لهنا غادي كلشي مزيان، ولكن واحد الوحده من صحابات الضحيه اللي مقربه ليها بزاف كان عندها راي اخر مع البوليس في التحقيق، وصرحات بان الضحيه قالت لها واحد السر اللي خطير، وهذا السر كان كيتعلق بليلى مرت خوها. غادي توضح انها كانت في زياره عند خوها باسم، ولكن ما لقاتوش في هذاك الوقت، ولقات غير الزوجه ديالو اللي هي ليلى. ليلى ما كانتش عاجبها هذاك الزياره المفاجئه اللي دارت خط راجلها، وما كانتش حاملاها تكون عندها في الدار، بالاخص في هذيك الوقيته نيت. الضحيه لاحظت التصرفات الغريبه ديال ليلى، ولكن ما بينت لها والو، وغادي تقول لها باللي كتحس براسها فيها الدوخه وخصها ترتاح، وطلبات منها تدخل البيت ديال ليلى ترتاح شويه بما جا خوها باسم. الضحيه ما كان فيها لا دوخه لا والو، ولكن هي كان الغرض ديالها هو انها تراقب ليلى من بعد ما دارت مع هذاك التصرفات الغريبه. ليلى قالت لها ماشي مشكل، دخلي وارتاحي حتى يجي خوك. في الوقيته اللي الضحيه دخلات وتكات غادي تسمع ليلى كتهضر مع شي واحد على التليفون وكتقول ليه باللي راني كنت طالعه عندك، ولكن جاتني واحد الزياره مفاجئه هي اللي عطلاتني.
الضحية خرجت من البيت وهي مصدومة من داكشي اللي سمعاته، ولكن ما بينات والو. وهنا قالت ليلى باللي خصها تمشي وحتى تجي مرة أخرى وتشوف خوها. ليلى في هاد اللحظة بانوا على ملامحها الفرحة، وصلت مع الضحية حتى لباب الشقة وقالت لها أنا فرحانة باش نشوفك مرة أخرى. الضحية دارت راسها باللي صافي مشات، ولكن هي في الحقيقة بقات في المبنى اللي ساكنة فيه ليلى. تخبات وبقات كتراقب التحركات ديال ليلى. شوية شافتها خرجت من الشقة ديالها وبقات طالعة للطابق الثالث. الضحية عرفت بالضبط حتى الشقة اللي دخلات ليها ليلى. هنا الضحية سولات الكونسياج ديال العمارة وبغات تجبد منه معلومات بلا ما يشك ولا يعرف شي حاجة. غادية تسولو على نفس الشقة اللي دخلات ليها ليلى، وقالت ليه باللي باغية تكريها باش تكون قريبة لخوها. الكونسياج غادي يقول ليها باللي الشقة اللي سولتيني عليها راها ساكن فيها واحد السيد سميتو حسام، وساكن فيها هادي 10 سنين. فاش الضحية سولات الجيران والأقارب غادي تلقى باللي حسام وليلى كانت بيناتهم علاقة غرامية، وعرفات هادشي كان بيناتهم قبل حتى ما تزوج خوها باسم. وهاد حسام كان خطب ليلى بزاف ديال المرات، ولكن العائلة ديالها كانوا ديما كيرفضوه حيت ما كانش عنده الفلوس وما كانش يقدر يتحمل النفقات ديال الزواج. الضحية كانت كتفكر ديما تقول هادشي لباسم، ولكن كانت كتخاف انه يتصدم، خصوصا ان باسم كان كيبغي ليلى بزاف. كيف سبق وقلنا الضحية كانت كتبغي خوها بزاف، وكانت كتبغي تشوفو ديما فرحان وما عندوش المشاكل، حيت هو اللي كان وقف معاها حتى تزوجات ودارت دارها، وكانت ديما كتحاول ترجع ليه هادشي بطريقة اخرى. هادشي اللي خلى الضحية انها تحاول تحل هاد المشكل بنفسها. واحد النهار الضحية مشات زارت ليلى في الوقيته اللي عارفة ان خوها ما غاديش يكون في الدار، لكن هاد المرة غادي تواجه ليلى وغادي تقول لها باللي عارفة داكشي كامل اللي كدير مور ظهر باسم، وبانها شافتها بعينيها وهي كتدخل الشقة ديال حسام. ليلى في هاد اللحظة بدات كتبكي وطلبات من خط راجلها ما تفضحهاش قدام راجلها وقدام عائلتها، ووعدتها انها غادي تقطع علاقتها بحسام بشكل نهائي. ليلى قالت للضحية ان الاخ ديالها هو السبب في هاد الخيانة، حيت وقته كامل عامر غير بالخدمة وما كيعطيهاش وقت، وهادشي اللي خلاها ترجع علاقتها بحسام. الضحية حسات باللي المشكل تحل، ووعدات ليلى ان هادشي غادي يبقى سر بيناتهم وحتى شي واحد ما غادي يعرفه. من هاد التصريح المفصل اللي عطات الصديقة ديال الضحية للبوليس، فالبوليس ناضوا استدعوا ليلى مرة اخرى، لكن هاد المرة كان باين عليها الخوف كتر وكاملة كترعد. هاد المرة غادي يديروا معاها واحد التحقيق مفصل، وغادي يواجهوها بالعلاقة ديالها مع حسام اللي اكتشفتها الضحية قبل وقت قصير من وقوع الجريمة. هنا ليلى عرفات ان البوليس وصلوا لشي حاجة عليها، انهارت وبدات كتبكي وقررت انها تعترف بكل شيء. بدات كتحكي لهم التفاصيل ديال العلاقة ديالها مع حسام من البداية. العلاقة ديال حسام وليلى بدات بالصدفة وتحولت لصداقة، من بعد بغاتو وبغاها بزاف، ولكن لسوء الحظ ان العائلة ديال ليلى كانت ديما واقفة ضد هاد العلاقة بسبب الحالة المادية ديال حسام. بزاف ديال الرجال كانوا كيجيو يخطبوا ليلى من والديها، ولكن ليلى كانت ديما كترفض، وكل مرة كيجي يخطب فيها شي واحد كتعطي شي سبب لوالديها. حتى جا باسم الاخ ديال الضحية اللي وافق على جميع الشروط ديال ليلى وما خلاش ليها شي سبب فين ترفضه. ليلى كانت مضطرة انها توافق على هاد الزواج، لكن بشرط واحد وهو انها تختار الشقة اللي غادي يسكنوا فيها بجوج. هنا ليلى اختارت شقة في العمارة اللي كان ساكن فيها حسام، وكان اول لقاء بين حسام وليلى هو الليلة ديال الزواج ديال ليلى، يعني قدرات تخون راجلها في الليلة ديال العرس ديالها. وكانت مواعدة حسام انه هو اول واحد غادي يقيسها قبل راجلها. وهنا دارت واحد الخطة لراجلها وبينات ليه بانها عيانة من ليلة العرس، وطلبات منه انه يأجل اجتماعها به حتى النهار الثاني. ليلى طلبات من راجلها باش يهز داك الماكله ويديها يفرقها على الفقراء. في الوقيته اللي باسم خرج من الدار استغلت هي الفرصه وطلعت عند حسام، ولكن رجعت للدار قبل ما يجي راجلها باسم. ليلى بقات مستمره على هذا الحال لمده عام، في كل وقت كان كيمشي فيه باسم للخدمه. وضحت ليلى للبوليس ان الضحيه من بعد ما عرفات بحقيقتها بقات كتفكر في شي طريقه كيفاش دير تخلص منها، ولقات في الاخير باللي الطريقه الوحيده باش تخلص منها هي انها تقتلها. وهذا الشيء كان راجع لجوج ديال الحاجات. اول حاجه انها ما تقطعش علاقتها مع حسام، وثاني حاجه باش ما يتفتحش امرها مع والديها ومع راجلها. مشات شرات واحد الموت ودارت زياره عند الاخت ديال راجلها في الوقيته اللي كانت متاكده انها كاين غير بوحدها في الدار.
ليلى دقت في الباب في الوقيته اللي الضحيه حلت فيها الباب. ليلى بدات كضربها بالموس. الضحيه حاولت تهرب داخل الشقه، ولكن ليلى كملات عليها في ظهرها. ما وقفات من الضرب حتى تاكدت تماما ان الضحيه ماتت. من بعد هاد الاعترافات كامله اللي دارت ليلى، وجهات المحكمه ليلى تهمه القتل مع الاصرار والترصد والزنا، وحسام غادي يتحكم بتهمه الزنا. من بعد الجلسات الطويله غادي تصدر حكم الاعدام في حق ليلى. ما كانش سهل عليها تسمع هاد الحكم هذا، ولكن الجريمه اللي دارت ما خلاتش مجال التعاطف معها. اما حسام فتحكم ب3 سنوات ديال الحبس. الا وصلتي حتى هنا فراه غادي تكون سالات القصه ديال اليوم. كنتمنى تخليو لينا تعليقاتكم حول القصه وحول المحتوى بصفه عامه. نشوفكم في قصه اخرى.